عركة من نوع آخر، نوع جديد. كل مرة نسمع عركات بين فاشينيستات، إعلاميات، بلوجرات وشباب صغار. هالمرة عمالقة بين سامي قفطان وبين صاحب مهرجان الهلال الذهبي الإعلامي حيدر النعيمي. مرحبا متابعينا. اليوم المهرجان لحد الآن عالية تداول ومواضيع، ولحد الآن بعد ترند. فايش كتب سامي قفطان بعد المهرجان؟ كتب: شكرا للمهرجان الهلال الذهبي بدورته الخاصة بالفنانة الكبيرة سعدية الزيدي. فعلا كان المهرجان مبهر، خاصة في فقرة التكريم، وبشكل أكثر خصوصية فقرة استلام الظرف، بحيث اعتقد الحضور أن الظرف فيه مبلغ يليق بالفنان المكرم. ولكن للعلم أن الظرف فيه كرتونة مكتوب بها اسم الفنان. ونكرر شكرنا للأخ حيدر والسادة الرعاة الذين وصل عددهم ما يقارب 20 راعي. وسنبقى ننتظر في المهرجانات القادمة المزيد من الكرتونات. هذا كان تعليق الفنان سامي قفطان على توزيع اللي بالظرف الطو كرتونة، فالناس توقعت انه انطوه مبلغ مالي، فرد عليهم قال انه احنا انطونا كرتونة ما انطونا اموال. فرد الاعلامي حيدر النعيمي صاحب مهرجان الهلال الذهبي قال: العام الماضي كاد الفنان الكبير سامي قفطان يبكي من الفرح عندما احتفيت به العام امام اكثر من 800 شخص بدورة الهلال الذهبي الرابعة، والتي كانت باسمه، وعملت له فيلما قصيرا وتمثال من البرونز، وأطلقت عليه لقب جبل الدراما العراقية، وطلبت من جميع الحضور الوقوف والتصفيق له. شكرا يا سامي ما قصرت وياي. هذا كان رد حيدر النعيمي. طبعا التعليقات هواي ضاجت من كلمة شكرا يا سامي ما قصرت وياي، انه على اساس انه فنان كبير فما يصير نكتب باسمه، بنقول استاذ وكذا. ناس مؤيده كانت له وتقول له انه اي صح ما يصير يتكلم بالمبالغ الماديه وهيك الشيء، خاصه انه المهرجان راح يصير عربي. وناس ثانيه قالت انه هو الناس صفقت له ووقفت له بسبب اعماله الادراميه وبسبب تاريخه. انتم شنو رايكم بالعركه؟